السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم عظيم، النهاردة يوم للتاريخ بيسطر في صحف التاريخ بكلمات من ذهب ببلدك العظيمة إنها رفضت تروح لأمريكا مرتين وجابتها عندك هنا بإشارة صغيرة. النهاردة يوم عظيم، النهاردة بيتم الاتفاق على معاهدة السلام المتوقفة تنفيذها على حماس وحركة حماس وفتح. أولهم إنهم يتفقوا مع بعض ضد العدوان، ثانيهم يسلموا الرهاين ويسلموا الأسلحة بتاعتهم، رغم أنا معترض على موضوع تسليم السلاح والموضوع صعب، بس لازم كل حاجة لها تنازلات. يتنازل علشان شعبك يعيش حياة جميلة، حياة محترمة، حياة يليق بشعب طيب زي شعب فلسطين. وقبل ما نبدأ الحلقة ونخش في الجانب الرياضي بتاعنا، دعوة جميلة لإخواتنا الفلسطينيين. اللهم انصر إخواننا في غزة واشف مرضاهم رب العالمين، وانصرهم على أعدائنا اللهم آمين رب العالمين، ووحد صفوفهم يا رب العالمين، واحفظ مصر واجعلها أمنا أمانا دائما وأبدا. وقبل ما نبدأ الحلقة مع بعض يا صديقي العزيز، اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك علشان يوصلك كل جديد، واذكر الله وصلى على النبي. تعالى اما نشوف الفرمان اللي طلع من ياس تورب. ياس تورب يا باشا مدرب النادي الاهلي الجديد، قال لك وقف لي اي مفاوضات مع اي لعيبه انتوا تفاوضتوا معاها. فرمان وقف لي اي تجديد عقود مع اي لعيبه انتوا خدتوا معاها شوط كبير. انا عاوز اللعيبه اللي موجوده معايا في الوقت الحالي مركزه بنسبه 100% لحد حتى مباراة السوبر. بعد مباراة السوبر أبدأ أشوف الفرقة اللي قدامي واحتياجاتي والنواقص اللي عندي والزيادة اللي عندي، وأبدأ أحكم على اللعيبة وأكتب تقارير عن كل لاعب، وساعتها نحدد إيه اللي إحنا محتاجينه وإيه اللي إحنا مش محتاجينه. زائد عاوزكم كده من سكات لحد ماتش السوبر تشوفوا لي كده مهاجم محترم، مهاجم قوي قناص زي اسامه ابو علي اللي كان موجود في النادي الاهلي. ولو في كواليتي اعلى كان بها انا ما عنديش مشكله، ولكن ما حدش يكلمني فيه غير بعد ماتش السوبر. حلو. طيب في بقى سؤال اتسال لمحمد هاني من اعلامي، يعني فيما معنى السؤال ان انت مش قوي في الباك اليمين بتاعك او في مركزك، وما بتأديش المردود المطلوب اللي يرضي جماهير نادي الزمالك ويحقق النتيجة. وكان برضو الرد بتاعه رد مقنع، وهو انتوا جبتوا لي عمر جمال، او بالمعنى يعني ما لعبش عليا. اكرم توفيق كذلك الامر، خالد عبد الفتاح كذلك الامر، كريم فؤاد كذلك الامر، وانا اللي دايما برجع وبزد في المركز ده. وده رد مقنع. هاتولي باك يمين محترم او باك يمين قوي زي في الدوري المصري في مصر كلها، وانتوا جبتم كذا وكذا وكذا وما وفقش. صراحة انا شايف رد مقنع. نادي بيراميدز مش عاوز يفوت الفرصة للنادي الاهلي، بمعنى النادي الاهلي منتظر ومترقب محمود بن تايج اللي قدم انذار لنادي الزمالك انه عاوز فلوسه هو واخوان بزيره امبارح لما اتكلمنا مع بعض في الحلقه بتاعت امبارح، وايه عايزين فلوسنا يا اما نشتكي نادي الزمالك. فالنادي الاهلي مترقب الاثنين اللعيبه دول زائد حسام عبد المجيد يا باشا، دول فسخوا عقودهم، تعالوا عرض محترم لكم اهو، تعالوا النادي الاهلي، زائد انتظار حسام عبد المجيد. يجي بيراميدز بقى تخش تعكنن الموضوع. بيراميدز عاوزه تقدم عرض محترم لنادي الزمالك، تشتري فيه مين بقى؟ محمود بن تايج وحسام عبد المجيد. طب هم عندهم محمد حمدي في الباك الشمال حاجه عاليه قوي، تمام، وعندهم في الدفاع حاجه بسم الله ما شاء الله، عندهم مدافعين كويسين. انتوا هتاخدوهم تعملوا منهم ايه؟ لهدف ان النادي الاهلي ما يستفيدش منهم. بس يعني تخيل نادي بيراميدز هيشتري حسام عبد المجيد، تمام، من الزمالك ب 3 مليون دولار.
اكنه هيبيعوه في اوروبا، اكنه هيتباع في اوروبا او يحترف، وهيدوا لحسام عبد المجيد مليون دولار في الموسم. محمود بنتايج تقريبا هيبقى فرق بسيط ما بين العرض ده وما بين العرض ده، لسه ما عملش تفاصيل محمود بنتايج. طيب فيستون مايلي اللي هيمشي من نادي بيراميدز، واللي نادي بيراميدز عاوز يقدم له عرض محترم عشان يستفيد من خدماته، سواء يقعد بقى ويكمل مع نادي بيراميدز او يبقى بفلوس ونادي بيراميدز يستفيد منه. فنادي بيراميدز بيقدم عرض محترم لفيستون مايلي بكام يا سيدي؟ ب 3 مليون دولار في الموسم، والموسم اللي بعده هيزيد حوالي 300,000 أو نص مليون دولار عن كل موسم على مدار 4 مواسم. والراجل مش مقتنع، الراجل يعني جاي له عرض محترم بحوالي 6 مليون دولار أو 5 مليون دولار منين؟ من الدوري السعودي. 6 مليون دولار من الدوري السعودي. طب هو الراجل هيسيب 6 مليون دولار ويمسك في 3.5 مليون دولار؟ فطبيعي النادي الاهلي استبعده تماما، وده الكلام ده اللي قلته امبارح وباكد عليه النهارده عن صفقه فيستون مايلي، لان النادي الاهلي يوم ما يقدم ويوم اسمه ان انا رفعت العرض 2 مليون دولار، وده فيستون مايلي مش هيروح له ابدا. ده مش النوعيه اللي بتدور على بطولات والتنازل عن فلوس مقابل التاريخ والكلام ده، لا هو عاوز فلوسه بس. طيب بمناسبة معاهدة السلام بتاع فلسطين وبتاع الصهاينة، النادي الأهلي ونادي بيراميدز بيقدموا التهنئة لرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادات مصر. يستاهلوا التهنئة ويستاهلوا أكتر من كده، لأنه بذلوا مجهود غير عادي عشان يوصلوا للمرحلة دي، بس يا رب حماس تحافظ على هذه النقطة دي. احنا لحد وقتنا هذا ما عندناش مهاجم محترم، وبالذات مهاجم مصري، سواء يخدم في النادي الاهلي او في المنتخب المصري. طيب الكلام ده كان اخر منتخب او اخر مهاجم وطني مصري كان في النادي الاهلي كان مين؟ كان عماد النحاس، عماد متعب، والراجل تألق مع النادي الاهلي ومع المنتخب وزم. بعد كده ما شفناش مهاجم عدل، لا في الزمالك ولا في الاهلي. من هنا بقى دور الكشافه، اداره السكاوتنج. ما فيهاش حد بيلعب كوره كويس، او ما فيهاش حد بيلعب كوره، او لو فيها حد بيلعب كوره بس مش عينه شوافه يكتشف مواهب محترمه تقدر تخش تديها الثقه وتلعب وتتاقلم وتثق وياخدها وتاخد الثقه وتلعب مع النادي الاهلي. لكن كل اللي احنا بنستسهله، احنا معانا فلوس اطلع عم اشتري هات مهاجم من بره، احنا معانا فلوس اطلع اشتري هات مهاجم من بره. الراجل من طبيعته انه بيحب يطور اللعيبه اللي تحت ايده، وهنشوف الفتره الجايه ناشئين كتير طالعين من النادي الاهلي وبالاخص في مركز المهاجم، وهياخدوا الثقه وان شاء الله يثبتوا مكانهم. طيب النهارده شفنا خناقه دايره كده على السوشيال ميديا، خناقه ما بين احمد ياسر وايمن اشرف وكابتن طارق مصطفى. ان هو احمد ياسر طلع مع المذيعه معرفش اسمها ايه كده، تمام، بيتهم ان الكابتن طارق بياخد فلوس من اللعيبه عشان يلعبها. فالموضوع ما ينفعش كان يتقال اساسا على الشكل العام، او ما ينفعش انه يتقال اساسا من اول خالص. الكلام غلط. حتى احمد ياسر طلع اعتذر، ايمن اشرف طلع برر الموقف وقال انا ما قلتش حاجه ومحدش يلومني على كلام ما طلعش مني على لساني، والكابتن طارق مصطفى محترم، تمام. وكل لعيبه البنك الاهلي اللي طلعت اتكلمت وكله شكر في مين؟ في الكابتن طارق مصطفى. والحقيقه الكابتن طارق مصطفى من الشخصيات المحترمه، مش من الشخصيات اللي تعمل حاجه زي كده، ناخد فلوس من اللاعب عشان مقابل ان ننزلك تلعب. طب ما هو جاي ليه اساسا؟ هو رايح يمسك رايح يمسك البنك الاهلي ليه؟ عشان يلم فلوس من اللعيبه وبعد كده يبقى ينزلهم بقى حبا بتاع مش عارف ايه. ما كانش نجح في الفتره الاولى
او في الموسم اللي فات مع البنك الاهلي، ما كانش خسر بيراميدز